السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وداعا لزفارة الفراخ. واحدة بعتت لي قالت لي الفراخ دايما بتبقى زفرة معايا. اول حاجة بتجيبيها كده من عند الراجل متقطعة. انا بقطع الفرخة على 8، بغسلها تحت الحنفية وبشيل الكبدة اللي بتبقى في الورك، وبشيل الحتة اللي بتبقى تحت في الورك، وبشيل المزلقة اللي بتبقى في الورك كلها واللي بتبقى في الصدر، واي حاجة في الصدر بتشيليها وبتغسلي كويس بمية. وبعد كده بقى بتصفيها، وبعد كده بتجيبي بقى ليمونتين وربع كوباية دقيق كده، أو مثلا 5 معالق دقيق، وشوية ملح كتير كده حلوين، ومعلقة سكر كبيرة، وتقلبيهم كده كويس. ممكن تعمليهم كل ده تعمليه على الفراخ، تمام. وتنقعي الفراخ كده لغاية ما لون المية ده، هتلاقي لون المية ده مش أبيض كده زي ما انتوا شايفين، هتلاقيه محمر سيكة كده، بقى لونه بامبا كده. خلاص كل الدم اللي في الفراخ والزفارة كلها نزلت، وبتشطفيها بقى تحت الحنفية كويس جدا. الخلطة بقى اللي تعتمديها لو هتفرزي فراخ أيا كان، هتسلقيها بصلاية، طماطماية، ملح وفلفل، ورق لوري، وحبهان، وبهارات فراخ، وتضربيها كويس في الخلاط او في الكبه. لو ما عندكيش كبه اضربيها في الخلاط. كده الفراخ بتاعتي خلاص اتنقعت واتغسلت واتصفت وبقت زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. بحشيها بقى من تحت الجلد. ولو انت هتشيليها في الفريزر برضو يا بنات، لو هتخزنيها مثلا اكتر من شهر، تقدري تعملي الخلطة دي وبعد كده وتفرزيها، وبعدين تطلعيها، تسيبيها تفك براحتها خالص. مش عايزة اقولك طعم الفراخ بتاعتك ولا تقولي زفارة ولا اي حاجة نهائي خالص. دلوقتي جبت مية بقى بتغلي على النار، فيها ورق لوري وحبهان وملح وفلفل اسمر فقط لا غير. وبعد كده بنحط الفراخ اللي احنا حطينها تحت الجلد، وبنحط كمان بقية الخلطة في الشوربة. مستحيل هتلاقي ريم في الشوربة. بصوا الشوربة بتاعتي صافية وجميلة جدا جدا. تعالوا بقى نعمل شوية بسلة كده عسل. حطيت بقى معلقتين سمنة، وانا بحب يا جماعة احط في الخضار شوية زيت، يعني مش بحط كله سمنة خالص كده، لا بحط سمنة وزيت. وهخرط بقى يعني الاكل المصري بتاعنا الاصيل. عايزة اقول لكم يا بنات، يعني ما تستصعبيش حاجة. لو انت لسه داخلة المطبخ الفيديو ده مهم جدا ليكي. طبعا انا هنا اللي كان بيتفضل من البصل بحطه في الشوربة عادي، الحتت اللي بتتفضل في الاخر دي ما بنعرفش نخرطها. وبحيق البصل بشوية ملح عشان يدبل معايا بسرعة ويحمر معايا بسرعة، ما ياخدش وقت. وبعد ما اصفر دهبي فاتح كده، نزلت بمعلقتين صلصة، ممكن تستغني عنهم خالص ما تحطهمش. وبس. وبعد كده بنزل بقى بشفشق طماطم، يعني انا عصرت مثلا حوالي 6 طماطمات، وحطيت ملح وفلفل ومعلقة سكر كبيرة. مهمة جدا بقى في الطبيخ، معلقة السكر دي بتودي الطبيخ في حتة تانية. وبعد ما الطماطم اتسبكت معايا، نزلت بقى ده كيلو بسلة وعليه نص كيلو جزر انا مخرطاه كده. وبس. وبسيبها بقى. ولازم بصوا بقى، في ناس كتير بتقول ان الخضار، يعني الصلصة بتاعت الخضار بتبقى صيصة معاها علشان انت بتزوديها شوربة على طول. المفروض ان انت بتزودي الخضار اول تزويدة مية، وبعد كده بتزوديه شوربة زي ما انت عايزة. هنا بقى حطيت سمنة وزيت، وحطيت حبايتين مستكة. عايزة اقول لكم ان المستكة بتودي الرز بشعرية في حتة تانية خالص. والله العظيم يا جماعة طعمه خطير، يعني بتوديه في حتة تانية. ولو جربتي وعملتيه كده طعمه حلو قوي 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 بجد. بشوح الرز بقى مع السمنة والزيت والمستكة كده لحد ما الاقي كل الرز بتاعي اتغلف بالسمنه والزيت. كوبايه الرز المصري يا بنات بتاخد كوبايه ميه. وبعد كده بتزودي الملح بتاعك، عايزه تزوديه شوربه زوديه، انا مش بحب ازوده، مش في كل الاحوال يعني، في الفته ماشي. بصوا الشوربه بتاعتي خطير. وحطيت ملح وشعره بسيطه فلفل اسمر. بصوا هنا انا بزود خلاص البسله بتاعتي غليت بقى مع الميه وبتاع، بزودها بقى من الشوربه بتاعتي. بصوا، ومش مستحيل مستحيل هتبقى صيصة معاكي. بصوا الرز مفلفل وجميل وريحته مش عايزة اقول لكم بقى، ده في حتة تانية. خلاص كده الفراخ بتاعتي استوت. الفراخ طبعا البيضة دي بتاخد حوالي ساعة يعني في السوا، متاخدش اكتر من كده ابدا يعني. انا هنا بحمرها في الاير فاير علشان صحتنا يعني، ولا سمنه بقى ونقعد نحمر وبتاع، وبراحتكم طبعا. انا بحمرها برش عليها شويه زيت بسيطه، وبعد كده بدخلها الاير فاير على 20 دقيقه، تطلع متحمره وزي الفل. غرفت الاكل بقى، غرفت الشوربه، وريتكم شكلها، وده الرز بتاعي مفلفل وجميل. وعملت كمان بسله مستحيل. بصوا صلصه الصلصه بتاع البسله تقيله وجميله. وخلاص الفراخ اتحمرت معايا، وطبعا قطعنا ليمون عشان الشوربه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تدعميني